القصيدة دي معارضة لقصيدة شوقي: سلو قلبي غداة سلا وتابا، لعل على الجمال له عتابا. والنوع المكتوبة فيه القصيدة دي نوع اسمه الشعر الحلمنتيشي. ده كان سائد في الأربعينات والخمسينيات، وكان علم أعلامه شاعر كبير اسمه حسين شفيق المصري، اللي كتب حاجة اسمها المشعلقات، معارضة زي المعلقات. وفي الشعر ده يعني ايه بيتضافر الفصحى، بتتضافر الفصحى مع العامية والجد مع الهزل في توصيل الرسالة اللي مطلوب توصلها القصيدة. والقصيدة اللي أنا كتبتها بتقول: سلوا قلبي وقولوا لي الجواب، لماذا حالنا أضحى هبابا؟ لقد زاد الفساد وساد فينا، فلم ينفع بوليس أو نيابة، وشاع الجهل حتى أن بعضا من العلماء لم يفتح كتابا، وكنا خير خلق الله صرنا في ديل الأيمة وفي غاية الخيابة، قفلنا الباب أحبطنا الشباب، فأدمن أو تطرف أو تغاب. أرى جناتنا أضحت خرابا، أرى أحلامنا طارت سرابا، وصرنا نعبد الدولار حتى نقول له انت ماما وانت بابا، وملياراتنا هربت سويسرا، ونشحت من الخواجات الديابة، ونهري مصر حبا بالأغاني، فتملأنا أغانينا اغترابا، وسيم الهلس تشبعنا عذابا، وتشبعنا جرائدنا اكتئابا. زمان يطحن الناس الغلابة، ويحيا اللص محترما مهابا، فكن لصا إذن أو عش حمارا، وكل مشا إذن أو كل كبابا، ودوس على الناس أو تنداس، حتى تصير لنعل جزمتهم ترابا. أمير الشعر عفوا واعتذارا لشعرك، فيه أجريت انقلابا، وما نيل المطالب بالطيابة، دي مش دنيا يا شوقي، دي غابة. الله.